عندي ان الصحابة بسبب غلطة الرماة الفظيعة انقسموا 3 طوائف. حد فاكرهم؟ ها؟ الصحابة انقسموا كم طائفة؟ 3. ايه هم بقى ال3 دول؟ لا مش كده. بس الطائفة الأولانية مش زي ما انت قلت كده. بتقول ايه؟ اول مجموعة مش ثبتت بقى هربت. اول مجموعة فرت، ودي اللي ربنا قال فيها إذ تصعدون ولا تلوون على ايه؟ على احد. يطلعوا الجبل ويعدوا والرسول يدعوكم في اخراكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ورا في مفرزة صغيرة فيها كم واحد؟ 9. 7 من الانصار و2 من المهاجرين، طلحة وسعد كما سنعرف الآن. ففي طائفة فظلت هربت ولم تستقر، لم تقف إلا في داخل المدينة، وبعضهم طلع الجبل. الطائفة الثانية اللي حدث فيها الارتباك، اللي هي كانت بتطارد المشركين في مقدمة الصفوف، وإبليس لعنه الله نادى عليهم أخراكم، فرجعت فالتبست، ومنها قتل أبو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الطائفة اللي بعضها ألقى السلاح ومر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وحثهم ثابت بن الدحداح، وبدأت الروح المعنوية ترجع مرة أخرى، خصوصا بعد ما عرفوا أن خبر مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم طلع كاذب وكذا. وقفنا عند الطائفة الثالثة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بقى ويقول وكان هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرت أي عادت، يعني التفت حول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي. حاجة غريبة جدا، لأن دايما تجد في الأزمة أول مجموعة حول الرسول عليه السلام هم الأبطال الأوائل في أمة الإسلام. يقول وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم صاروا في مقدمة المدافعين. لأن هم أصلا كانوا فين؟ هم كانوا في مقدمة الصفوف بيطردوا المشركين، بس لما حسوا بالخطر ما جروش ولا التبس عليهم الأمر. كان همهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا مباشرة من مقدمة الصفوف، وقصدهم الرئيسي هو حماية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول احتدام القتال حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شقي الرحى، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عملية التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين هلموا إلي أنا رسول الله أو إلي عباد الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه وهجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين، فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من المشركين. طبعا دي لحظة خطيرة جدا.
فلما رهقوه، يعني بقى بدأ الكفار يتغلبوا على الموقف ويسيطروا على المشهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويذكر لهم يعني الجوائز الكبرى لمن يدفع هؤلاء الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. ودي منزلة أعلى، كونك تبقى في الجنة دي حاجة، أما الجنة دي منازل ودرجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، الوسيلة هي يعني أعلى حاجة. ومعنى رفقته إن أنت مش هتبقى في منزلته، لأن دي منزلة خص بها عليه الصلاة والسلام. بس رفقته هنا معناها إيه؟ القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة الزيارة. أبو بكر وعمر وهؤلاء في أعلى المنازل، كأنهم رفقاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا في منزلته. لكن تصور ما يكون واحد ساكن في الدور العاشر والتاني ساكن في الدور التاسع أو الثامن، بيبقى في إيه؟ قرب. بخلاف مثلا يكون واحد ساكن في الدور 100 وواحد ساكن في الدور الإيه؟ الأرضي، صح كده؟ فدي معنى رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، القرب منه والدنو منه عليه الصلاة والسلام. فيقول: فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 بتوع الأنصار. معاني إيمانية عظيمة القدر جدا، إن الصحابة يضحوا بأغلى ما يملكون أنفسهم من أجل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام دفعهم إن هم يضحون بأنفسهم من أجل بقائه عليه الصلاة والسلام. وده معنى من أغلى معاني الحب للإسلام ولرسول الإسلام. وكم يفتقد هذا المعنى اليوم في كثير من الملتزمين، إن الإنسان يكون على استعداد للتضحية أو يضحي بالفعل من أجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من أجل أي شيء آخر. وينبغي على العبد المؤمن أن يكون لديه هذه النفسية الطيبة وهذا المعنى الإيماني العميق، أنه يدفع عن هدي الرسول السلام وعن سنة الرسول السلام بكل ما يملك. لا أقول لك تقتل، فالقتل له شروطه كما تعلمون في باب الجهاد وغيره، لكن الإنسان أين منا اليوم من يضحي بوقته وبماله وبجهده وبلسانه ويعيش حياته كلها يدافع عن سنة الرسول السلام. السلام من وصف هذا: من يدفعهم من يردهم عنا فله الجنة أو يكون رفيق في الجنة. وهي كلمة لكل من يدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو بعد مماته. فتصور ماذا صنع الصحابة الكرام، يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يدفعون المشركين والباغين والطاغين حوله حتى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام. فواجبنا اليوم أن ندفع عن سنة الرسول عليه السلام وأن نبذل كل ما نملك. تكون الإنسان قضية الدعوة والدين بالنسبة له هي القضية الأولى في الحياة التي من أجلها يفعل كل شيء، يعني لا يشغله عنه وظيفة. كثير جدا من إخواننا النهاردة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر. واحد بيستغرب ناس كثيرة جدا مش على المنهج السليم ولا على السنة، وناس عندها جلد في الدفاع عن مناهجها ومبادئها وأفكارها، قد يكونوا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين. وتجد أصحاب المنهج السليم المستقيم، أصحاب الفكر الصحيح، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يشعرون أنفسهم بالعجز وتجد القصور. ليه؟ أنت تحمل منهج سليم وفكر سليم، تحمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكرنا كلام سيدنا سالم مولى أبي حذيفة بالأمس حينما قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي الإسلام من قبلي. فالإنسان ينبغي أن يبذل وقته وجهده وماله ونفسه إن كان المطلوب ذلك في الدفاع عن رسول الله وعن سنة رسول الله السلام وعن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، تأسيا بهؤلاء الصحابة الكرام 7 قتلوا في لحظات حتى يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين ما، اسمع العبارة دي في البخاري في مسلم، لما ال7 ماتوا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاثنين اللي معاه بقى، طلحة وسعد بن أبي وقاص، قال:
ما أنصفنا أصحابنا. ده الضبط الأولاني. الضبط الثاني ما أنصفنا أصحابنا. في فرق. الأولاني ما أنصفنا أصحابنا، يعني فين الناس اللي جري وراح بقى المدينة واللي هرب طلع على الجبل ونادينا عليه هو ما بيقصدش المجموعة اللي ماتت دي، ما هي المجموعة دي ماتت ليه الميتة السريعة جدا ديت؟ علشان الباقي راح فين؟ الباقي اختل المشهد معه. خلاص؟ دي الأولانية. أو الثاني ما أنصفنا أصحابنا، يعني إحنا بقى اللي أثرنا في حقهم إن هم ضحوا بكل ما يملكون. فهم على كلتا الروايتين، يعني الضبطين موجود عندي في صحيح مسلم، على كلتا الضبطين هؤلاء الصحابة يعني جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، أنهم ضحوا في هذه اللحظة الحرجة لفداء للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. من شدة الجراح اللي موجودة فيه لم يستطع أن يتمالك نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فسقط شهيدا، نحسبه كذلك عند الله ولا نزكيه على الله. أحرج ساعة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وبعد سقوط ابن السكن بقى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في القرشيين. خلاص تصور بقى جيش الكفار طوق بالنبي عليه السلام، والمفرزة الصغيرة ال9 أفراد 7 قتلوا، لم يتبقى إلا 2 فقط حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لحظة حرجة جدا. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. 10 المبشرين بالجنة حاجة غريبة جدا، إن الكوكبة دي هي خلاصة البشرية بعد الرسول عليه السلام والأنبياء. المجموعة دي فعلا تستحق ان هي تكون 10 المبشرين، تستحق ان هي تكون أعلى أمة الإسلام. في كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان الخلاصة اللي بتثبت وتدفع عن الإسلام هي المجموعة دي. طبعا انت هتعرف دلوقتي ان بقية 10 هيقبلوا الآن، بس هو أبو بكر وعمر وعلي كانوا فين؟ كما ذكرنا كانوا بيطردوا المشركين في مقدمة الصفوف، وكانوا دول مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل الأمر دول بدأوا يرجعوا، بس احنا الآن بين هذين الرجلين فقط. فتعالوا بنا ننظر ماذا صنع هذين الصحابيين الكريمين دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قيمة هؤلاء الصحابة من المهاجرين بما يساويهم حتى من السابقين من الأنصار. يقول: وكانت أحرج ساعة بالنبي بالنسبة إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرصة ذهبية إلى المشركين، ولم يتوانى المشركين في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص، أخو مين؟ أخو اللي واقف. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه. الطوب زي ما الناس بيقولوا أعمى، يعني تضرب بسيف ممكن يحوش، اضرب بحاجة، لا ده هو ألقى بحجارة فسقط النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض من شدة هذه الحجارة. وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى. الرباعية هي القواطع، في طبعا أنياب تحت وفوق، 4 أنياب، بين ال4 أنياب تحت وفوق في 4 أسنان، دي بتسمى بالإيه؟ بالرباعية اللي هي القواطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرباعية اليمنى السفلى أصيبت من شدة الضرب وهذه الحجارة الملقاة، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفته السفلى، يعني واضح أن الحجر كسر السنة وكلم أي جرح الشفة السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري، مش التابعي اللي هو بيروى عن، لا ده واحد من الكفار، فشجه في جبهته. الجبهة يبدو أنه ضربه بسيف أو بشيء، شج جبهة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضربه على عاتقه بالسيف. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه أي كتفه ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من شهر.
ضربة شديدة جدا، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. طبعا ولو هتك الدرعين وهذا السيف وصل لهذه المرحلة كان إيه اللي حصل؟ كان شج اللحم والعظم لكن هو أنت شفت الردة اللي بتحصل في الإنسان زي البطحة كده، فهو السيف لم يستطع أن يتجاوز الدرعين حديد، لكن من شدة الضربة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من هذه الضربة لمدة أكثر من شهر، ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم، ضرب ضربة أخرى عنيفة كالأولى. الوجنة الخد، هو طبعا لابس مغفر ودرع، الدرع اللي بيغطي الجزء ده والمغفر اللي بيغطي الجزء ده زي الخوذة كده، بيبقى فيه خطاطيف بتحمي. فهو هذا الرجل لما ضربه على كتفه والضربة لم تهتك الدرعين، ضربه ضربة أخرى على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقيت بالمغفر خلاص. لكن من شدة الضربة دخلت حلقة المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. الخوذة اللي موجودة دي لها أشبه بالخطاف، من شدة الضربة على الحديد دخل الحديد في خد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فضربه على عاتقه ضربة، قال ثم ضرب على وجنته أي خده ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه لينشف الدم، وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. قول إزاي الناس دي تفلح وأنا بعمل معهم كده؟ وشوف سبحان الله الشيخ محمد بن وهاب كان له بديعة من بدائعه في كتاب التوحيد، وهو يتحدث عن خلاصة التوحيد لله، فجاب باب اسمه ليس لك من الأمر شيء، الباب اسمه كده، وذكر فيه الآية اللي في سورة آل عمران وهذا الحديث. هل تعلمون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده ربنا سبحانه وتعالى عاتبه وقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟ ما انتوش فاهمين الآية. هو بيقول كيف يفلح، كأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بإيه؟ بعدم الفلاح. فمن كمال التوحيد ومن تجريد التوحيد لله أن هذا الأمر بيد من؟ بيد الله. فربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. مسألة إن هم يفلحوا أو ما يفلحوش دي هذه خاصة بمن؟ وبالمناسبة كل دول إيه؟ أسلموا. مجموعة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عنها دي، صفوان بن أمية وابي سفيان وهو أسلموا، من بقي منهم أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام من مسلمة الفتح. وهذا من كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، عشان تعرف التوحيد ده حاجة يعني مجردة تماما. فهنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال اشتد غضب الله على قوم دموا أو أدموا وجه رسوله. لكن لما نزل بقى مثل هذه الآيات قال ثم مكث ساعة، يبدو أن الآية نزلت، ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا عاتبه، فتشبه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بمؤمن آل ياسين، كنا حكينا قصته قبل كده، اللي قومه داسوه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه من دبره، فلما حدث معه هذا قال إيه؟ يا ليت قومي يعلمون إيه؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فابن عباس كان يقرأ هذه الآية ويستشعرها ويقول رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، صار داعية في حياته وداعية بعد ما مات. ودي النفسية اللي كنا بنتكلم عنها دوما، نفسية الإيه؟ نفسية الداعية، النفسية الطيبة الشفوقة، حتى لو قوم أذوه، حتى لو عاندوه، حتى لو قتلوه، يكون في النهاية يتمنى أن ربنا يهديهم ويصلحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق أعلى المراتب في هذه الأشياء كلها. فحينما ذكره الله سبحانه وتعالى فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا دي احرج ساعه لان هم في 2 بس موجودين، ففي ناس قدر طبعا لما كان ال9 موجودين ما حدش قدر يوصل، لان دول بيتقدموا بيموتوا بين يدي النبي عليه السلام. لما ال2 دول كانوا موجودين بقى هم ما ماتوش، هم ردوا جيش المشركين، ولكن في بعض الناس قدر ان هو ايه يصل، اللي هو ضرب الضربه هنا واللي فعل هنا واللي رمى الطوبه. لكن القرشيين طلحه وسعد كان لهم شأنا آخر، ان هم لم يموتوا من شدة شجاعتهم وبسالتهم، ولكنهم ردوا جيش المشركين. يقول ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد وطلحة قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا وهما 2 فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضلا حتى أجهض مفرزة المشركين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما سعد بن أبي وقاص فقد نثل له الرسول صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني الكنانة الجعبة اللي فيها السهام. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ورا سعد وقام جايب الجعبة بتاعته وقام قام راميها بين ايده نثلها وقال ارمي فداك ابي وامي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجمع لاحد اباه وامه في فدائه الا سعد رضي الله عنه وارضاه، ويدل على مدى كفاءته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع ابويه لاحد غير سعد. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله ومعه نفر من الأنصار. قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ده شجاعة بلا شك. خلي بالك ده هم الوقت لسه ال9 وفي المفرزة، وفي الرواية الثانية ان هم 13 واحد، وفي الرواية ان هم 11. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد. في مسلم من للقوم؟ قال أنا. قال اجلس أنت، لسه لسه دورك ما جاش، انت لسه معدود لحاجة كبيرة قوي، كل دول هيروحوا وانت لسه ما ينفعش تخش دلوقتي، دول اللي المفروض يتقدموا. وده يدل على شجاعة طلحة بن عبيد الله وقوته وبأسه الشديد. فكل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم؟ يقول طلحة أنا يا رسول الله. فكل مرة يأخروا لحد ما كله خلص، ما عادش حد إلا سعد وطلحة، وسعد رامي بيرمي فمش هيتقدم، وطلحة هو اللي هو المناضل، هو اللي هيحارب بقى. يقول فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر ثم قاتل طلحة قتال 11. دي الرواية اللي هو فيها كم واحد؟ 11. بعد ما ماتوا طلحة لوحده قاتل قتال 11. وانا عاوزك تعيش المشهد كده، جيش مطوق والرسول صلى الله عليه وسلم واقف، والواحد طلحة ده لوحده كده، جيش الكافرين كله قدامه، وهو بيتقدم بسيفه ليهد جيش الكافرين. مشهد طبعا يدل على ما كان يتضمن هؤلاء الجبال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الشجاعة والبسالة والبطولة والإيمان والتضحية والبذل في سبيل الله. يقول ثم قاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده. في بعض الروايات إن ابن قمئة القائد اللي هو البطل من الكفار ده اللي ضرب الضربة هنا وضرب الضربة هنا، كان واضح إن هو كان إنسان عنيد وقوي، استطاع إن هو يضرب ضربة على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، على المغفر نفسه. فطلحة بن عبيد الله من شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام شاف السيف نازل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عامل مد إيده. في الطب في حاجة اسمها ريفلكس أرك أو ريفلكس أكشن، رد الفعل. ده حاجة طبيعية في جسم الإنسان، لما يشعر بالخطر يبتعد عنها من غير ما هو يشعر. يعني أنت لو إيدك مثلا لمست المكوى من غير ما تاخد بالك تعمل تقعد تدوس كده ولا تقوم نتيشة غصب عنك؟ لا، دي غصب عنك. لو إيدك مثلا الكهرباء مسكتها مش بتقعد مستمتع كده وتدوس لقدام، لا، بتلاقي نفسك غصب عنك تقوم نتيشة. لو أنا مثلا جيت أعمل على عينك كده مش هتقعد تبرق كده، في طبيعيا جدا جفنك هيقوم عامل هيقوم قافل كده. ده حاجة اسمها رد فعل لا إرادي، انت غير متحكم فيه، خلاص كده. طب الوقت سيدنا طلحة والسيف ده نازل على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، رد الفعل الطبيعي اللي خلق وربنا جبله عليه ان هو يعمل يمد ايده ولا يشيل ايده؟
يشيل ايده يبعد عنه. لكن العلماء بيقول لك الإنسان أحيانا المعنى الإيماني في قلبه من الحب والتضحية للنبي عليه الصلاة والسلام يخالف الشيء اللي ربنا ركبه فيه. فهمت المعنى ده؟ وده يدل على عظم حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب طلحة بن عبيد الله، ان هو شاف السيف بس من شدة الحب ده قام عامل ايه؟ قام مدد ايده. طبعا السيف بهذه الضربة اللي ما هتكتش الدرعين وقطعت وكادت انها تقطعهم، والرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى وادخلت حلقة المغفر في وجنة النبي عليه السلام، تتصور هتعمل ايه في ايد طلحة بن عبيد الله؟ شلت يده في الحال. طبعا العضلات قطعت والشرايين قطعت، حتى ان الاعصاب نفسها ايه؟ قتلت. وده الشلل لا ياتي الا في هذه الحاله. يقول حتى ضربت يده فقطعت اصابعه قطعت، فقال حس، وفي اللغه العربيه معناها يعني من شده الالم بيقول حس. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. طب عدها لي يعني ما جاتش كتير من الناس يقول ده راجل مجاهد وعظيم اهو بطل وبيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس غلط. بدل المفروض ما يقول حس كان يقول يقول بسم الله، بس هو ما قالش من اللبخه بقى والظرف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ننكر على الراجل في اللحظه دي؟ الناس اللي يقول لك بقى يا راجل ده احنا المفروض ما ننكرش الشرك لو الناس هتأزم. مش بعضهم بيقول لنا كده؟ يقول لك بلاش تنكروا الكفريات والحاجات وتقولوا المعاصي والبدع والصوفيه والشيعه، وبلاش الشيعه وبلاش الاشاعره وبلاش الكلام دوت عشان ما نفرقش بين المسلمين. وبعدين ايام ما كان الراجل في الرئاسه وبتاع والاخطاء زي الرز يقول لك مش وقته، مش وقته، المفروض انتوا تسكتوا شويه كده وبتاع. الشيعه يخشوا يسكتوا، السكوك تبقى طالعه تخالف الشريعه اسكتوا، الربا هيملى البلد اسكتوا، الضباط الملتحين ظلم اسكتوا. ليه يا عم؟ عشان خاطر المشروع الاسلامي. طب هو ده مش مشروع اسلامي اللي احنا بنقرا ده راجل بيجاهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في احلك الظروف، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيربي رجال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيربي رجال. سيدنا خباب، مش خباب هو اللي جاله وقال الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا؟ الكلام ده لما كان خباب ده بيحطوه على النار يقول يضعوني ولم يطفئها الا شحم ظهري، يعني اللحم اللي بوقع منه كده هو اللي طفى النار. فجاي بقى والراجل البطل الشجاع اللي بيجاهد وبيضحي في سبيل الله، وجاي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما تدعي لنا بقى الواحد احنا زهقنا، الا تدعو الله لنا، الا تستنصر لنا؟ فكان متكئا عليه الصلاه والسلام فجلس وبدا يلقن خباب درس، رغم انه هو مصاب ومجروح ويدافع عن الاسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي رجالا. قال ولكنكم تستعجلون، وبدا يتكلم قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، ما قالش بقى لا انت راجل جدع، انت راجل بطل، ده انت اللي بتصبر وانت اللي بتضحي. الناس النهارده الواحد بيستغرب من نفسيات، يعني انت ممكن تنكر على الواحد وهو يعني مش بيعملش ربع اللي كان طلحه ده بيعمله، تجد نفسيته تتاثر ويتضرر ويبعد عن الدعوه. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه المشركين حواليه وعاوزين يقتلوه، والراجل ايده اصابعه شلت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمررها هكذا، قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. قال ثم رد الله المشركين. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد أي طلحة 39 أو 35 وشلت أصبعه أي السبابة والتي تليها عشان الضربة دي. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ده في البخاري. بقول أنا شفت إيه طلحة بن عباد الله مشلولة، والسبب أنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يعني هو في حكم حكم الأموات من كثرة ما به، لو هو زمايله كلهم قتلوا فهو كأنه شهيد يمشي على الأرض. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت كان أبو بكر، ده أبو بكر بقى أفضل الأمة، إذا ذكر يوم أحد يقول ذلك اليوم كله لطلحة. اليوم ده كده أجره كله في ميزان حسنات مين؟
طلحة بن عبيد الله، وقال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. بينشد لطلحة بن عبيد الله يقول: يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. دليل يعني أن ربنا سبحانه وتعالى سيكرمه بالجنة، وأن هو سيأخذ الحور العين في الجنة من أفضلهم بسبب موقفه في يوم أحد. ده طلحة بن عبيد الله. في بعض الروايات زي ما هيأتي الآن إن هم لما أدركوا طلحة بن عبيد الله وجدوا ظهره كالقنفذ من كثرة السهام. دي كانت آخر لقطة طلحة عملها بقى، ما عادش عارف يعمل حاجة. يعني هو حاول يدافع بإيده بسيفه، ما نفعش. حط إيده اتشلت، طب يعمل أكتر من كده. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام في حضنه، قام واخد الرسول صلى الله عليه وسلم حطه في حضنه وقام مد ظهره للكفار. طبعا سعد بيرمي، فكانت السهام، كل السهام اللي تتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم بتروح فين؟ بتنزل تستقر في ظهر مين؟ وهو كما هو. فوجدوا ظهره كالقنفذ من كثرة السهام. فبتشوف القنفذ كله ايه؟ ثبات عجيب، ومعانا معنى ايماني سبحان الله. طب ده رجل واحد من اصحاب النبي عليه السلام، ولسه هيكمل طلحة معانا. وبعد كل هذه الجراح كما ستعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يطلع بقى فوق الجبل. أم طلحة بن عبيد الله مع ان ظهره فيه الجراح وهذه كلها وطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع قدمه حتى صعد على الصخرة على ظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. شفت القيمة دي؟ وكل ده، كل الراجل اللي أنا بكلمك عنه ده يموت في فتنة بين الصحابة. صح ولا ايه؟ اللي انت بتسمع قصته ده ما ماتش مع الكفار، مات في خلاف سياسي بين المسلمين. فعلا علي بن ابي طالب لما شافه، تفهم انت الكلمة ساعتها، وهو يقول: إنه لا يعز على نفسي أن أراك أبا محمدا مجدلا في التراب. اجتهد فأخطأ رضي الله عنه وأرضاه. تصور دي خلاف سياسي بين الصحابة يقتل فيه مثل طلحة والزبير فالواحد الواحد بيذكر الأشياء دي فيها تسلية عن الواقع اللي بنشوفه. لما شيخ يقعد يشتم شيخ ويوصف ان هو منافق ويشتم دعوه باكملها، او بعض الناس يقعدوا يشتموا في الدعوه وفي المشايخ وينفقوهم بسبب خلاف سياسي، ده طبعا خطأ فظيع بلا شك. ولكن مما يهون علينا ان الصحابه، طبعا الصحابه ما نفقوش بعض ولا فسقوا بعض ولا كفروا بعض، ولكن تقاتلوا بالسيوف وكانوا احبه. مما يهون علينا ان مثل هؤلاء الجبال قتلوا في هذا الخلاف السياسي، خلاف بين الصحابه في الفتنه. وده يدلك على خطر الفتنه فعلا وخطر الدماء، ان لما تكون فتنه يقتل فيها طلحه بن عبيد الله. طب بالله عليك، في فتنه اكتر من كده؟ في فتنه اكتر من يقتل الزبير بن العوام؟ ده يا جماعه، الناس ديت انا عاوزك تعيش كده، ان دول لما كانوا عايشين مع بعض كده وقاعدين يقتلوا حياتهم كلها، هدوا الفرس وهدوا الروم وهدوا العرب، هدوا طوب الارض، ابادوا الامم الصحابه دول، ويجي يمسكوا في بعض ويقتلوا بعض من اجل خلاف في وجهات النظر. فتنه عمياء فعلا. وده يدلك على خطوره الفتن وعلى خطوره الدماء، وان الدم اذا سفك لا تدري ماذا سيكون بعده. فهذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب في الصحيحين عن سعد. مين سعد؟ أبو وقاص. ده بقى مين بقى؟ ده اللي كان موجود في اللحظة دي. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية: جبريل وميكائيل. طبعا دي شهادته مش مجروح، لأنه هو الوحيد اللي كان كان موجود واقف بيرمي وشايف، وطلحة حضر النبي عليه الصلاة والسلام. فوانا شفت اتنين بقى واقفين عليهم ثياب بيض، محدش بيسد معاهم خالص، بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل وميكائيل، والحديث عند البخاري ومسلم. يقول: بداية تجمع الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بقى المشهد بدأ خد ثواني، الأنصار قتلوا وطلحة عمل وسعد، كان أبو بكر وعمر بقى والصحابة بقى رجعوا من مقدمة الصفوف وشقوا صفوف الكفار هذا التطويق لكي يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفين الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراح. اللي هو مين؟ ابن السكن عمارة، ده اللي أثبت، ده آخر واحد ما ماتش، ده هو مات بعد فترة، بس من كتر الجراح ما عادش قادر يتحرك فسقط رضي الله عنه وأرضاه. يقول وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح، فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماته، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اسمع بقى المشهد وأبو بكر بيحكيه لنا. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس طبعا، كلهم ده في الأغلب باستثناء مين؟ طلحة وسعد. هو يقول كده دلوقتي، يقول فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أول واحد رجعت. وهذا يدل على فضل أبو بكر، إن هو مجرد إن هو كان بيقاتل الكفار استشعر إن النبي عليه السلام في خطر، كان أول واحد حول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. وأنا راجع كده بقى في وسط الزحمة دي شفت واحد بس، طبعا هو سعد كان بيرمي النبل وكان في واحد بيقاتل. مين هو دوت؟ ده طلحة. يقول فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه فقلت كن طلحة، يعني يا ريت يكون ده مين؟ طلحة. فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. وده يدل على شدة حب أبي بكر الصديق لمن؟ لطلحة. إن هو يتمنى إن اللي يكون في اللحظة دي هو مين؟ طلحة بن عبيد الله. يقول حيث فاتني ما فاتني، يعني أنا بقى مش اللي موجود، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي. إذا بقى كله فاتوا الغنيمة الكبرى ديت إن هو يدافع عن السلام، يكون واحد من العيلة بالنسبة لي يكون طلحة بن عبيد الله، دي كرامة بالنسبة لنا كلنا. يقول فلم أنشب، ده بيحكي بقى، هو بكر بيحكي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح. يعني بقول أنا لسه راجع وشايف طلحة وبقول كن طلحة، لقيت مين اللي جاي؟ أبو عبيدة، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. يعني هو في وسط اللحظات دي كلها وبيقول كن طلحة بن عبيد الله، لقى إيه؟ لقى أبو عبيدة بن الجراح بيعمل إيه؟ راجع من جنبه كأنه إيه؟ كأنه إنسان طاير عاوز يلحق النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كما ذكرت لك إن الكوكبة دي هي دي خلاصة أمة الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هم دول بقى اللي حملوا هم هذا الدين في أوله، مجرد أن هم سمعوا فكان هذا حالهم. يقول فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا. على ما وصلوا كان طلحة عمل بقى خلاص جاب أخره بقى، يعني هو ثبت في اللحظات الحرجة دي لحد ما أبو بكر وأبو عبيدة أدركوه. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. تلحقونيش أنا بقى، ما هو خلاص طلحة في الحقيقة قام بالإيه؟ قام بالواجب. دونكم أخاكم فقد أوجب، أي قد وجبت له الجنة بسبب ثباته وتضحيته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإذا طلحة بين يديه صريعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام دونكم أخاكم فقد أوجب، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. ده أبو بكر اللي بيحكي، بيقول لما رجعنا بقى وطلحة صريع لقينا النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه إيه؟ كان حصل في اللي حصل في اللحظات الحرجة دي، فوجدوا الحلقات داخله في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحت إن أنا أشدهم. فقال أبو عبيدة نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني.
وهذا يدل على شدة الحب. بقول له بالله عليك لا تسيبني أنا اللي إيه أشد الحلقات دي. وده يدل على شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف بيحلفوا بالله يقول له عشان خاطره بالله عليك سيبنا نعمل الموضوع دوت. يقول طبعا أبو بكر كان رايح يعمل إيه بقى؟ كان رايح يشد الحلقات دي بإيه؟ بيده. لكن أبو عبيدة قال له طب بالله عليك سيبها، وبدأ يعمل إيه بقى؟ شدها بإيه؟ طبعا أنت اللي فاهم في لو حد فيكم شغال يعني جراح أو كذا، السلاح لما بيدخل جوه جسم الإنسان أفضل حاجة جدا في الأمر ده إن أنت تنزعه في أقصى سرعة. ما تقعدش إن أنت بقى تعمل إيه؟ تخلخل وتفحر وفاهمني؟ لا، هو لو استطعت إن أنت ربنا يكرمك تقوم إيه؟ نتشه فورا. دي بيقلل الإيه؟ بيقلل التهتك وبيقلل الخسائر. فطلحة عبيدة خاف إن هو لو شدوا الموضوع بإيده ممكن الموضوع إيه؟ يطول ويؤلم النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلم حل إن أنا أعمل معاه إيه؟ أشده بإيه؟ يعني يقوم مثبت سنته يقوم نتشه مرة واحدة. يقول فأخذ بفيه فجعل ينضده بالراحة. برضه هو بيحاول يشدها قاعد يعمل إيه؟ ينضده يعني بيخلخله بالراحة كده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفيه، يعني ايه؟ حركوا حركه بالراحه كده عشان السلام ما يحسش، وقام ايه؟ قام نتشه مره واحده. قال فندرت ثنيه ابو عبيده من شده التعلق السهم داخل لحم النبي عليه السلام في خده. وده يدل ان هذا السهم كان ايه؟ اللي مقدمه الحلقه دي مساحتها طويله جدا داخل وجنه النبي عليه السلام. فندرت سنته. طبعا انت طبيب الاسنان يعرف ان السنه دي ما تتنزعش من مكانها وتكسر الا اذا كان هناك شيء شديد جدا يستطيع ان يكسر سنه الانسان بهذه الطريقه. فندرت ثنيه ابو عبيده. فقال ابو بكر ثم ذهبت لاخذ الاخر. هو طب انت خدت واحد سيبني ايه؟ اطلع الحلقه الاخرى. فقال ابو عبيده نشدتك الله يا ابا بكر الا تركتني. فقال فأخذه فجعل ينضده حتى استله فندرت ثنية أبو عبيدة الأخرى. ثم قال عليه السلام دونكم أخاكم فقد أوجب. ده بقى إيه؟ ده لحظة قبل طلحة بن عبيد الله. ظل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه السنتين الأولين عنده دول حياته كلها لسانه فيه شيء بسبب هاتين السنتين التي سقطتا يوم أحد فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. وفي تهذيب تاريخ دمشق فأتينا في بعض تلك الحفار، حفر بقى موجودة، فإذا به 60 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وإذ قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وأبو طلحة الأنصاري. خلاص بقى هو بدأت المجموعة سادات الأنصار وسادات المهاجرين يدركوا، بس كان السابقين منهم طلحة وسعد، وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وأبو عبيدة. بدأت هذه المجموعات. طبعا أبو دجانة بقى خلاص. أبو دجانة كان بيعمل إيه أصلا؟ كان بيخلص قدام، حب يوصل لقلب المعركة اللي هو هند بنت عتبة بقى وقاعد يهب، فسمع إن في حاجة حصلت، فكل دول على ما رجعوا كان الموضوع خد وقت وأصيب النبي عليه السلام. فعادت هذه المجموعة حول السلام. يقول تضاعف ضغط المشركين، كلما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته وأخذه علي بيده. الراجل الفاسق ده كان عامل حفر ومداريها عشان لما انت تيجي تتحرك تقع فيها. فمن كثرة هذه الحفر الرسول صلى الله عليه وسلم سقط في إحدى هذه الحفر فجحشت ركبته، أي جرحت ركبته. ولما سقط كان علي بقى حوله الصحابة فأخذه علي بإيه؟ بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما من شدة الإنهاك بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بياخده بإيده. في فرق ما بين إن أنا أمد إيدك أخدك وفرق إن أنا أعمل إيه؟ أقوم وطي وأقوم إيه؟
حضنك وأقوم إيه مقومك كده. وده يدل على قيمة طلحة بن عبيد الله وشعوره بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حبه على ما به من الإيه؟ من الجراح التي أصابته رضي الله عنه وأرضاه. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية. حضر أحد فلقى النبال السهام يعني جاي من جميع النواحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه، عشان جبريل وإيه وميكائيل. قال ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري اللي أنا لسه ذاكر اسمه دلوقتي يقول يومئذ دلوني على محمد، دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. والفين عشان أنا إيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه. يعني هو قاعد يقول إيه دلوني على محمد والرسول صلى الله عليه وسلم إيه قدامه وعدى النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد يقول إيه دلوني على محمد. يقول فعاتبه في ذلك صفوان. ده دليل ده إن في مجموعة من الكفار أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني وصلت لآخر مسافة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبه في ذلك صفوان فقال، صفوان بيقول له ايه يا عم تعال دلوني على محمد، دلوني على محمد، ما هو ايه ما هو قدامك اهو. يقول فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته، مش شايفه، أحلف بالله إنه منا ممنوع، خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. يبدو أن في 4 منهم قعدوا صفوان وغيره لما تعاهدوا أنهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حفظه الله سبحانه وتعالى. يقول البطولات النادرة، وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة، مش طلحة بقى، أبو طلحة ده اللي هيجي لنا قصته دلوقتي، إن هو في شدة الأزمة دي نعس، في شدة الطحن ده نام. هيقول هو الكلام ده ثم أنزل عليكم من بعد الغم إيه؟ يعني واحد خايف الخوف الرهيب ده ونام. طبعا ما حدش يعرف الكلام ده اللي راح أمن الدولة بس. حقيقة والله تلاقي نفسك من شدة الخوف كده ربنا يكرمك وتقوم إيه؟ نعسان، تقوم من النوم نفسيتك مطمئنة، صحيح الخوف هيبدأ تاني بس بنام تاني. يعني المسألة ماشي إيه؟ بس يعني فعلا النوم بيكسب الإنسان طمأنينة، وربنا قال كده في غزوة بدر وفي غزوة أحد الاثنين. يعني يقول كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله، يسور خلاص بقى كله رجع، فده بقى انضرب حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم إيه السويرة حلقة كده عشان ما حدش يعدي خالص. ويرفع صدره، يسور نفسه بين يدي السلام، يعني واقف بين النبي صلى الله عليه وسلم كده بين ايديه، ويرفع صدره ليقيه سهام العدو، يعني فاتح نفسه اهو وبيقول ايه ما حدش هيوصل يعني ايه، وفاتح صدره اللي يحصل بقى. قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طلحة تعرفين أبو طلحة ده جوز أمه صح كده، زوج أم أنس لما تزوجها خلاص. وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة الله، يعني بيحوطه بدرع أو بحاجة بدرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا راميا شديد النزع، كان متخصص في زي سعد بن أبي وقاص. كسر يومئذ قوسين أو 3. إيه الصحابة يعني القوس ده أصلا يكسر بصعوبة. القوس ده اللي هو إيه طبعا هو قاعد يجيب سهم ويقوم إيه منشن، فمن كتر شد القوس برمي السهام من كتر التكرار بيقوم حصل ايه في القوس الحديد ده يقوم مفرقع. انت واخد بالك يعني كسر قوسين او 3 دفاعا عن النبي عليه السلام. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، الصحابة بقى خايفين او اللي بيجري فالرسول صلى الله عليه وسلم شايفه بقى متمرس في الرماية جدا ومتخصص، فكان الرجل يمر بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، طالما انت هتجري وهتروح هنا ولا هنا او هتقاتل بسيفك هات السهام بتاعتك ارميها لمين؟ لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم فيقول أبو طلحة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه بيتفرج كده، يعني بيشوف أبو طلحة ده ايه قاعد يعمل ايه في وسط الناس ديت. فيشرف الرسول عليه السلام على القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة الكرام يعني نحري دون نحرك، يعني أنا تقطع عنقي ولا يصيبك أي شيء. هو ده يعني حب الإسلام والتضحية للإسلام
وحب الرسول عليه السلام وحب سنة الرسول عليه السلام، وينبغي أن يكون ده حال شباب الأمة اليوم. ولا أقول كما ذكرت دائما أن يحمل هذا الكلام على أن احنا نقتل، فالقتل له موطنه، لكن هناك أبواب أخرى أن الإنسان فعلا تكون نحره دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقتك وجهدك وتضحيتك، هؤلاء هم سادة القوم، هؤلاء اللي ربنا ذكرهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللي هو أنا وأنت. فالمفترض يكون ده هدينا، لأن ده كان هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أيضا عن أنس: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. يعني الحاجة اللي بتصد عن النبي عليه السلام وبتصد عن أبي طلحة حاجة واحدة فقط. وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله من شدة إعجابه به عليه الصلاة والسلام ودقته. كان السلام يعمل إيه؟ يبص كده يشوف السهام ده راح فين. وكان أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة بقى كنا بنحكي قصته. فترس عليه بظهره، قام جاي واقف مدي ظهره للناس وشه للنبي عليه السلام، والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. شفت الحيطة كده والجدار، قام جاي واقف قدام النبي عليه السلام كده وادى ظهره لهم، وهم قاعدين يعملوا ايه بقى؟ يرموا هو ايه؟ ولا كأن في حاجة. يتحمل هذا الألم الشديد جدا. طبعا انا بحكي لك الكلام ده واحنا قاعدين كده في التكييف وبتاع، ما احناش حاسين يعني ايه واقف والنبل لا يتحرك. يعني انت مش قادر تقدر بالضبط. الواحد يعني لو تعور خدشه كده صغيره ولا حاجه بيقعد يقوح. ده راجل السهام بتخش فيه كده، وحبه للرسول عليه السلام جعله لا يتحرك. وتبع حاطب بن ابي بلتعه عتبه بن ابي وقاص. مين عتبه بن ابي وقاص؟ الذي القى الحجر فكسر الرباعيه السفلى وشج الايه وكلم الشفه السفلى للنبي عليه السلام اليمنى، فضربه بالسيف حتى طرح راسه. ما رضاش يسيبه ولا ما ايه؟ فصل راسه عن جسده، ثم اخذ فرسه وسيفه غنيمه يعني. وكان سعد بن ابي وقاص شديد الحرص على قتل اخيه عتبه هذا. يعني كان سعد نفسه هو اللي يقوم بالايه؟ بالمهمه دي، الا انه لم يظفر به، بل ظفر به حاطب. طبعا حاطب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع الى اهل ايه؟ ما هو ده اطلاع على اهل بدر. وكان سهل بن حنيف احد الرماة الابطال، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدوره فعال في زود المشركين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، جزء من أجزاء القوس، من كثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي به السهام. المكان اللي بيلقى منه السهم ما عاد يصلح للرمي، فأخذها قتادة بن النعمان، ما عادش صالحة بقى، هتترمي يعني. فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته. طلحة أبو قتادة بن النعمان جات له خبطة أو ضربة في عينه، فعينه اتنزعت من مكانها ووقعت على وجنته خده، بس يبدو أن كان في بعض الأعصاب أو حاجة مسكاها. فأتى النبي عليه السلام، جاء النبي عليه السلام فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. طلعت أحسن من الإيه؟ لما عمر بن عبد العزيز كانوا داخلين عليه بعض شباب الأنصار بتعرفوا عليه، فالأولاني قال له: أنت أبوك بمين؟ أنت ابن مين؟ قال له: أنا أبويا فلان وبتاع. يعني مجموعة من الشباب داخلين عليه، منهم أبناء الأنصار ومنهم أبناء ناس تانية، فبتعرف عليهم. بقول له: أنت ابن مين؟ قال له: أنا ابن فلان. قال له: أبوك اللي عذب الناس ووقفهم في الشمس وعمل وسوى، وأنت ابن مين؟ قال له: أنا ابن فلان. فقام جاي بقى ابن قتادة بن النعمان. قال: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه وردت بكف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز وأكرمه كرما بالغا، تشرف بابوه. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه وردت بكف المصطفى أحسن الرد، رضي الله عنه وعن أباه. يقول: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر رمتها فأخذها قتادة، فكانت عينيه أحسن عينيه وأحدهما. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم. شدة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم
فمه أصيب فهتم، يعني صار حياته بعدها أهتم، يعني في كلماته بتقع منه. وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. شرك عبد الرحمن بن عوف في المعركة دي، يعني أصابته الهتمة وأصابه عرج في بقية حياته بسبب هذه الجراحات. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه. أبو عبيدة بقى لما سنته اتخلعت الدم بينزف، فمالك بن سنان والد أبو سعيد عمل إيه؟ مص الدم اللي موجود الفاسد دوت كأنه بينظف، بس كان بيمصه بإيه؟ بفمه، يمجه يعني. فحتى أنقاه فقال مجه، هو قام جاي حط بقه على الجرح وقام شادد الإيه؟ الدم الفاسد مكان دخول الرمية والكلام دوت عشان الجرح يبقى نظيف ويطببوه كده. فخد الجرعة في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجه، طفه يعني. فقال والله لا أمجه. أمجه إيه؟ هي بتيجي كم مرة في الحياة دي ان انا امج ايه؟ والله لا امجه. ثم ادبر يقاتل، يعني هو عمل معاه ايه؟ بلعه، شربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. فقتل شهيدا. وقاتلت ام عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وارضاها، فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين. شافت ابن قمئة جاي، واضح انها كانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة طرقت جرحا أجوف. ده نفس الضربة اللي هي وجهت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما هتكتش الضلعين. وزي ما قلت لك ابن قمئة ده يبدو ان هو كان يعني انسان عنيد جدا وفارس قائد يعني. يقول وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فنجا. وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا رضي الله عنها وأرضاها. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده. زي ما قلنا ان بني عبد الدار هم اللي كانوا حاملين اللواء، فمصعب بن عمير اصلا من بني عبد الدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم حط بني عبد الدار قبال مين؟ بني عبد الدار. فكان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وكان عنده 24 سنة رضي الله عنه وارضاه. وكان اللواء بيده، فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فاخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله لشبهه به، فانصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل. رضي الله عن مصعب بن عمير، وصلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة يعني أفنوا أغلى ما يملكون دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستكمل غدا إن شاء الله.